مساء السعادة والهنا. ايه رأيكم بقى في التحفة الفنية بتاعتنا دي؟ شوية شيش طاووق ولا أجدعها مطعم. شايفين اللون التحفة، الطعم حكاية. كل الطبق كده على بعضه هيتكلم، والله حاجة في منتهى الجمال. سهلة جدا وبسيطة جدا كالعادة، ان احنا بنسهل كل الأمور ان شاء الله. تتبيلة مفيش أبسط من كده. 5 فصوص توم، كوباية لبن، عليها معلقتين خل. البديل ايه؟ توم بودرة، علبة زبادي، وزي الفل. تقدري تحط اي تابل انت عايزاه. انا حطيت بابريكا، جنزبيل، شطة. الشطة طبعا مع اللبن عارفين ان هي ما بتديش الطعم القوي القوي بتاع الشطة، فتقدري تضيفي شطة براحتك، مش هتزود الا اذا بقى لو الشطة بتاعتك قوية قوي، فده نقطة بقى انت تتصرفي فيها. هحط فلفل اسود حبهان مطحون. حطيت ملح. اللي انا حطيته ده معلقه دقه، عليها فلفل، عليها كمون وكزبره. وحطيت رشه قرفه صغننه خالص، وكده التوابل بتاعتنا زي الفل. تقدري تحط التوابل اللي انت عايزاها. الاساسي عندي اللبن او الزبادي. وحطيت طبعا معلقتين او حبة زيت صغيرين كده، معلقتين 3 زيت، عشان احنا عارفين ان الشيش بطبيعته يعني يعتبر مشوي، فلازم حاجة وبتشال منه الجلد، فلازم حاجة تلمع وتطري اللحم معانا. الشيش بيتعمل بالوراك وبيتعمل بالصدور، وكل واحد له الافضلية في القطعة بتاعته، يعني اختيار بتاعك. ممكن تخلطي الاتنين مع بعض، مفيش اي مشكلة، زي الفل. هنقطع قطع مناسبة. القطعة دي يعني على قد القطمة كده. يعني الورك عندي هنا ما شاء الله وسط او كبير شوية، فقطعته على 4، واوقات كنت بقطع الورك على 5. فبراحتك بقى التقطيعة دي زي ما انت عايزها. المهم هنحط الفراخ اللي تبلناها، اللي قطعناها في التتبيلة بتاعتنا، وهنضيف عليها بقى حبة حاجات كده تحبيش لزوم بقى ايه تكملة الاكلة بتاعتنا. عندي هنا فلفل الوان، ممكن فلفل اخضر عادي خالص، لو مفيش الوان مفيش اي مشكله، وبصل يعني ممكن بدل الفلفل الالوان يبقى فلفل اخضر وبصل بس. لزوم بقى اللون ولزوم الطعم برضو، الفلفل ده بيبقى طعمه حلو قوي، وخصوصا ان هو بياخد درجه شوي بتبقى لذيذه. في ناس بتحب تحط الخلطه اللي هي الخضار ده لوحده، بس انا بصراحه بحب احطه في التتبيله، منه بيتبل وفي نفس الوقت بيبقى له طعم حلو، فبراحتكم. ده حرية شخصية. هنسيبها في التلاجة، من بعد ساعتين نقدر نستخدمها. المدة بقى اللي انت حباها تبيتيها اكتر اقل، لا بس بلاش اقل، يعني من بعد ساعتين نقدر نستخدم التتبيلة بتاعتنا. معايا عيدان الشيش. لازم عيدان الشيش نحطها في مية. لو ما عندكيش ازازة زي اللي انا حطيت فيها دي، اي ازازة ممكن تحطيها في صينية فيها مية، عشان العيدان ما تتحرقش. طبعا دي مهمة قوي قوي لو احنا هنشوي الشيش بتاعنا على فحم، او هنشويه في الفرن. فاحنا النهاردة هنشويه بطريقة تحفة تحفة. ما عدتيش بقى هتقلقي وتشتري هم الفرن وهم الشواية وهم، لا، هنشويه على عين البوتاجاز وهيطلع معاكي بأحلى نتيجة. طبعا التشييش ده يعني تقدري تشيشي براحتك، حطي بقى انت وذوقك، انت وراحتك. حطي بالترتيب اللي انت عايزاه. ممكن تحطي طماطم اللي هي الشير الصغيرة دي لوحدها بحالها على بعضها، او ممكن تحطي طماطم اللي هي لحمة طماطم من غير البذر ولا المية. لو وصلت لغاية هنا، او لو وصلتوا كلكم لغاية هنا، نحط لايك وشير كومنت حلو كده منكم يشجعنا ان احنا نكمل، لان احنا راجعين بعد غياب، فالحمد لله على كل حال. كومنت وشير كده ولايك منكم جميل. طيب خلصنا كل الكمية. هنبدأ بقى ايه في التسوية بتاعتنا. من هنا كده تقدري تشوي على الفحم، من هنا كده تقدري تشوي في الفرن زي ما انت عايز. الطريقة بتاعتنا اللي هي تبقى سهلة، اللي هي احنا اعتمدناها النهاردة دي، ان انا هجيب صينية كبيرة، احط عليها معلقة زبدة او معلقة سمنة صغيرة، وانا عايزاها تكون يعني درجة الحرارة بتاعتها عالية شوية. هحط الفراخ بتاعتنا تاخد صدمة من كل النواحي، وبعد حوالي 6 ل7 دقايق تقليب هغطيها بالفويل او باي غطا، وهدي عليها النار خالص. بتاخد كمان يعني تكملة 10 دقايق ل12 دقيقة بتكون معانا الاكلة كلها خلصت. تقدري تعملي معاها طحينة، تقدري تعملي معاها مكرونة، تقدري تاكليها
برز زي ما انت عايزة.